لما تسمع كلمة توحد ايه أول صورة بتيجي في دماغك؟ طفل مش بيتكلم؟ طفل بيلف حول نفسه؟ طفل مش بيبص في عينك؟ ولا طفل عبقري في الرياضيات؟ طيب لو قلت لك ان كل الصور دي ممكن تكون موجودة عند بعض الأشخاص المصابين بالتوحد، لكن ولا واحدة فيهم لوحدها تقدر تقول ان الشخص ده مصاب بالتوحد. والأغرب ان شخصين عندهم نفس التشخيص ممكن يكونوا مختلفين جدا عن بعض. واحد بيتكلم بطلاقة وعنده ذكاء متوسط أو مرتفع جدا، لكن عنده صعوبة شديدة في فهم الإشارات الاجتماعية. واحد تاني ممكن يكون عنده لغة تعبيرية محدودة جدا وبيحتاج دعم كبير في حياته اليومية. واحد ممكن يكون حساس جدا للأصوات واللمس. واحد تاني ممكن بيبحث عن بعض المثيرات الحسية. واحد ممكن يعيش باستقلالية كبيرة جدا، وواحد تاني ممكن بيحتاج دعم مستمر حياته كلها. وده بالظبط سبب كلمة طيف. التوحد مش قالب واحد، هو مجموعة واسعة جدا من الأنماط والاحتياجات والقدرات. ومن أحدث المصادر الرسمية منظمة الصحة العالمية بتصف التوحد إنه مجموعة متنوعة من الحالات المرتبطة بنمو الدماغ، وبشير تقديراتها لعام 2021 لوجود التوحد لدى نحو شخص واحد كل 127 شخص عالميا، مع اختلاف كبير بين الدراسات والدول. بشكل عام وعالميا احنا قدام حالة شائعة نسبيا شديدة التنوع ومش مجرد تأخر كلام. فخلينا نفهم يعني ايه توحد، وليه بيحصل، وازاي بنكتشفه، وهل كل طفل بيتأخر في الكلام بيكون عنده توحد؟ وهل التوحد ليه علاقة بالذكاء؟ هل الطفل المصاب بالتوحد ممكن يتكلم ويتجوز ويشتغل ويعيش مستقل؟ هل في علاج؟ وهل اللقاحات ليها علاقة بالتوحد؟ وليه بعض البنات والنساء ممكن بيتشخصوا متأخر؟ وايه التدخلات اللي عليها ادله فعليه؟ وايه الحاجه اللي بتتقال على السوشيال ميديا ومفيش عليها دليل كفايه؟ خلينا نبدا من الاساس. يعني ايه اضطراب طيف توحد؟ توحد او اوتستيك سبيكترم ديسوردر ASD هو اضطراب نمائي عصبي، يعني هو مرتبط بطريقه نمو الجهاز العصبي والدماغ، ومش مرض معدي، ومش نتيجه تربيه سيئه، ومش حاجة بتنتقل من شخص للتاني. وفقا للتصنيف الإكلينيكي الحديث، التشخيص قائم على مجموعتين أساسيتين من الخصائص. أول حاجة صعوبة مستمرة في التواصل والتفاعل الاجتماعي، وتاني حاجة وجود سلوكيات أو اهتمامات مقيدة ومتكررة. والتشخيص لا يعتمد على علامة واحدة، لازم نشوف الصورة كاملة. في مجال التواصل والتفاعل الاجتماعي الأطباء بينظروا لثلاث محاور رئيسية: التبادل الاجتماعي والعاطفي، واستخدام وفهم التواصل غير اللفظي، والقدرة على تطوير العلاقات وفهمها والحفاظ عليها. وأما من الناحية التانية فوجود سلوكيات أو اهتمامات مقيدة أو متكررة، مثل مثلا حركات متكررة، أو الإصرار على الروتين والتماثل، أو الاهتمامات المحدودة أو شديدة التركيز، والاستجابة الحسية غير المعتادة سواء بزيادة الحساسية أو انخفاضها لبعض المثيرات. وتوضح المراجعات الحديثة أن التشخيص بيعتمد على تقييم شامل للتواصل والتفاعل والسلوك، ودي نقطة مهمة جدا. مفيش تحليل دم يقولك طفل توحد، مفيش أشعة تقولك طفلك عنده توحد. التشخيص بيكون سريري ونمائي. طيب إمتى التوحد بيظهر؟ خصائص قد تظهر في السنوات الأولى من الحياة، لكن مش لازم تكون واضحة بنفس الدرجة عند كل طفل. بعض الأطفال بتظهر عندهم العلامات مبكر جدا، وبعض الأطفال ممكن الفرق ما يكونش واضح إلا أما هو يكبر شوية وتزيد متطلبات التواصل الاجتماعي والمرونة والسلوك. يعني مثلا طفل صغير جدا ممكن يكون قادر على أداء روتين بسيط مع أسرته، لكن مع دخول الحضانة فجأة تظهر مشكلة كبيرة في التفاعل مع الأطفال، التفاعل والانتقال بين الأنشطة، اللعب التخيلي، فهم التعليمات الاجتماعية، المرونة. الأهل يقولوا هو كان كويس، لكن الحقيقة إن المتطلبات نفسها هي اللي زادت. تالت حاجة أهم العلامات اللي لازم ناخد بالنا منها. خلينا نبدأ بأشهر العلامات المبكرة. ممكن الطفل مش بيستجيب باسمه باستمرار، ممكن يكون استخدامه للإشارات قليل، ممكن يكون عنده ضعف في الانتباه المشترك joint attention، يعني مشاركة الانتباه مع شخص تاني على نفس الشيء. ممكن يكون عنده صعوبة في اللعب التخيلي، مثل اللعب التمثيلي أو بناء سيناريوهات لعب اجتماعية بطريقة بتناسب عمره. ممكن نلاقي تكرار كلمات أو عبارات، حركات متكررة، اهتمامات شديدة التركيز، تعلق قوي بروتين معين، انزعاج شديد من تغيرات بتبدو بسيطة بالنسبة لينا، اختلافات حسية، صوت معين بيسمعه مثلا عادي بالنسبة لك لكن بالنسبة له هو بيكون مزعج جدا، إضاءة معينة، لبس معين أو ملمس لبس معين، ملمس الطعام، لمسة مفاجأة، أو على العكس
ممكن بيبحث الطفل بشكل متكرر عن الحركة أو الضغط أو أصوات معينة، لكن لازم نبين مش كل سلوك من دول معناه توحد. الاستجابة للاسم ممكن تتأثر بالسمع والانتباه واللغة، وتأخر اللغة ممكن يكون ليه أسباب كتير، والحركة المتكررة ممكن تظهر في سياقات أخرى. يبقى علامة من العلامات دول لا تساوي التشخيص. طيب هل تأخر الكلام يعني توحد؟ دي واحدة من أكبر الخرافات. الطفل عنده تأخر في الكلام مش معنى كده تلقائي إنه توحد. ممكن يكون عنده اضطراب في اللغة أو اضطراب في الأصوات الكلامية أو ضعف السمع أو تأخر نمائي أو أي اضطراب تاني. لكن الطفل المصاب بالتوحد ممكن فعلا يكون عنده تأخر في اللغة أو اختلافات في استخدام اللغة. وعشان كده السؤال مش بس هو بيتكلم ولا لأ، السؤال بيستخدم اللغة ليه؟ هل بيطلب بس ولا بيشارك؟ هل بيعلق ولا بيحاول يلفت انتباهك لشيء؟ هل بيفهم الحوار المتبادل؟ هل بيغير طريقة كلامه حسب الموقف؟ لأن اللغة في التوحد مش مجرد عدد الكلمات، في جانب مهم اسمه التواصل الاجتماعي أو Pragmatic Social Communication، يعني إزاي تستخدم اللغة في التفاعل مع الناس. ممكن طفل يكون عنده كلمات كتيرة جدا لكن مش عارف يبدأ محادثة أو يحافظ عليها، وممكن يتكلم بشكل طويل جدا عن اهتمام واحد من غير ما يلاحظ اهتمام الطرف التاني. يبقى عدد الكلمات مش كفاية للحكم على التواصل. طيب هل الطفل غير المتكلم مش فاهمني؟ برضو لا. دي نقطة مهمة برضو. القدرة على الكلام شيء، والقدرة على الفهم شيء آخر، والقدرة على التواصل شيء تالت. ممكن يكون الشخص قليل الكلام جدا لكن عنده احتياجات ورغبات وأفكار معقدة. عشان كده تقييم التواصل لازم يكون أوسع من سؤال بيتكلم كام كلمة. لازم نشوف فهم اللغة، التعبير، التواصل الوظيفي والإشارات، والقدرة على التعبير عن الاحتياجات والأفكار. طيب هل التوحد سببه التربية؟ لا، التوحد مش نتيجة ان الام ما حضنتش الولد وهو صغير، ولا بسبب ان الاب كان شديد شوية، ومش عشان الطفل اتفرج على التلفزيون، ولا لان الام ما لعبتش معاه كفاية. الابحاث الحالية بترى التوحد متعدد العوامل، مع دور مهم للعوامل الجينية وتفاعلها مع عوامل بيئية ونمائية مختلفة. منظمة الصحة العالمية بتشير لوجود عوامل وراثية وبيئية مرتبطة بزيادة الاحتمال، مع استمرار البحث في كيفية تفاعل العوامل دي كلها مع بعض. يعني ببساطة مش عندنا جين واحد اسمه جين التوحد، الصورة أكتر تعقيدا من كده. طيب هل التوحد وراثي؟ هنا لازم نكون دقيقين. للعوامل الجينية دور مهم جدا، لكن مش معناه لو الأب عنده توحد يبقى الطفل أكيد هيكون عنده، ولا معناه لو مفيش حد في العيلة عنده مستحيل الطفل يكون عنده. الأبحاث بتشير لبنية جينية معقدة بتشمل تأثيرات مشتركة كتيرة صغيرة التأثير، بالإضافة لتغيرات نادرة ممكن أن تكون ليها بعض التأثيرات الكبيرة على الفرد. يبقى الوراثة مهمة لكن الموضوع مش بسيط كده. طيب هل اللقاحات بتسبب التوحد؟ لا. أحدث مراجعة عالمية من منظمة الصحة العالمية راجعت الأدلة المنشورة من 2010، ملخصها يعني إن هو عدم وجود علاقة سببية بين اللقاحات والتوحد. فلو حد قالك اللقاح سبب التوحد اسأله إيه الدليل من الدراسات الكبيرة الموثوقة، لأن العلم مش بيعتمد على قصة فردية، العلم يعتمد على مجموعة أدلة. ده وش ده ولا إيه ده؟ طب هل التوحد ممكن يختفي وبعد كده يرجع؟ هي اما نسمع زمان ما كانش فيه توحد بالشكل ده، لكن لازم نفرق بين زيادة فعلية في عدد الحالات وبين زيادة في التعرف والتشخيص والتسجيل. طيب هل التوحد عند الذكور أكتر من الإناث؟ التشخيص أكتر شيوعا بين الذكور في بيانات الرصد الحالية. CDC عام 2022 وجدت في بيانات إن التوحد بيتم تحديده لدى الأولاد بمعدل أكتر 3 أضعاف من البنات. لكن هنا في سؤال مهم، هل البنات فعلا أقل إصابة ولا بعض البنات مش بيتم التعرف عليهم بنفس الكفاءة؟ الأبحاث الحديثة بتشير إن التوحد ممكن يظهر بصور مختلفة لدى بعض البنات والنساء، وإن بعضهم ممكن يستخدم استراتيجيات للتعويض أو إخفاء الصعوبات الاجتماعية. طب هل التوحد مرتبط بالذكاء؟ دي برضو نقطة مهمة لازم نعرفها. التوحد مش بيساوي انخفاض معدل الذكاء ولا بيساوي العبقرية، الاتنين ممكن. بعض الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد عندهم إعاقة ذهنية، والبعض التاني عنده قدرات عقلية متوسطة، والبعض التالت عنده قدرات مرتفعة جدا في مجالات محددة. يبقى التوحد طيف، وقدرات المعرفية برضو متنوعة جدا. نقطة كمان، التوحد مش مجرد سلوكيات فقط. أحيانا بنشوف الطفل إنه بيعمل رفرفة، بيكرر كلام، بيحب الروتين وخلاص، لكن الصورة أعمق من كده. التوحد بيأثر على التواصل، العلاقات، المرونة، التعلم، الاستقلالية، التنظيم الحسي، التعامل مع التغيير، النوم، القلق،
والصحة الجسدية والنفسية المصاحبة لده. وعشان كده التقييم الجيد مش بيقول الطفل توحد، لكن يسأل طيب محتاج ايه. نقطة كمان، التوحد والدعم اللي بيتقدم ليه. من الأخطاء الشائعة إن نتعامل مع كلمة طيف كأنها مجرد طريقة لطيفة للقول إن الحالة خفيفة أو شديدة، لكن الواقع الشخص ممكن يكون عنده قدرات قوية جدا في مجال معين واحتياج كبير جدا للدعم في مجال تاني. ممكن بيتكلم بطلاقة لكنه مش قادر يدير المواقف الاجتماعية المعقدة. ممكن يكون قادر على القراءة لكن بيحتاج دعم في العناية الذاتية. ممكن يكون كويس جدا أكاديميا لكن بيعاني معاناة شديدة من التنظيم الحسي أو الانتقال أو القلق. ولذلك تقييم الاحتياجات أهم من مجرد وضع لزق إنه خفيف شديد. طيب هل الطفل المصاب بالتوحد بيتعلم؟ طبعا، لكن السؤال هو ازاي بيتعلم؟ هل المشكلة في القدرة فقط ولا في الطريقة اللي بنقدم بيها المعلومات؟ بعض الأطفال ممكن تستفيد أكتر أما يكون في تعليمات واضحة محددة متوقعة ومدعمة بصريا. بعضهم ممكن يحتاج تقليل المشتتات، وقت أطول للمعالجة، تكرار وظيفي، وتدريب داخل مواقف حقيقية. وهنا بتظهر أهمية التدخل متعدد التخصصات. طب بالنسبة للتدخل، هل في علاج للتوحد؟ هنا لازم نفرق بين علاج للتوحد وبين دعم الشخص المصاب بالتوحد. حتى الآن حد تسجيل الحلقة دي مفيش دواء بيزيل التوحد بشكل عام، لكن في تدخلات بتساعد على تحسين مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك التكيفي وتقليل بعض الصعوبات المصاحبة ودعم الاستقلالية وجودة الحياة. ومنظمة الصحة العالمية برضو بتؤكد ان التدخلات النفسية والاجتماعية اللي عليها أدلة ممكن تحسن التواصل والمهارات الاجتماعية وجودة الحياة. طيب ايه نوع التدخل الأفضل؟ وهنا لازم نخرج من فكرة ايه أفضل برنامج في العالم، لأن الإجابة العلمية غالبا يعتمد على عمر الطفل، مستوى اللغة، الاحتياجات الحسية، المهارات التكيفية عند الطفل، السلوكيات اللي بتعيق التعلم، أهداف الأسرة إيه، وأهداف الشخص نفسه إيه. في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بما يسمى Naturalistic Developmental Behavioral Intervention، وهي تدخلات بتمزج بين المبادئ السلوكية والتنموية داخل مواقف طبيعية وتفاعلية. يبقى وده مهم جدا، مش كل تدخل لنفس النتيجة عند كل طفل، حسب اللي احنا قلناه قبل كده وهو محتاج ايه بيتحط له انسب برنامج ليه. طيب وهل كل ما انا مثلا زودت عدد الساعات بتاعة التدريب هتبقى افضل للطفل؟ هنا لازم نركز ان كل ما نزود عدد ساعات التدخل النتيجة مش دايما بتكون افضل، لان مش الهدف ان الطفل بيقضي اكبر عدد ممكن من الساعات في الجلسة. الهدف ان الوقت اللي بيقضيه يكون مفيد ومناسب وذا جودة وقابل للاستمرار. ودي نقطة مهمة جدا للأسرة وللمختصين. وهنا برضه حابب أنبه على أهمية مشاركة الأهل في البرامج دي. واحدة من أهم التطورات في التدخلات الحديثة إن الأهل مش مجرد بيدفعوا ويحضروا للطفل الجلسة، لكن ممكن يكونوا شركاء في التدخل. يعني الجلسة مهمة لكن الحياة اليومية وتطبيق اللي اتعلمه وتعميمه أهم. لأن الطفل مش هيعيش ساعة في الغرفة بتاعة العلاج ولا السيشن دي وخلاص، هو بيعيش في البيت، مدرسة، الشارع، يدخل الحمام، في المطبخ، بيروح سوبر ماركت يشتري حاجة، بيقابل أهله وأصحابه، بيلعب. فلو المهارة ما انتقلتش للحياة اليومية، احنا محتاجين نسأل هل احنا بندرب المهارة ولا بندرب المكان؟ هنتكلم شوية على ال ABA، لازم نتكلم عنه لأنه واحد من أشهر المجالات في تدخلات التوحد. يعني إيه ABA؟ Applied Behavior Analysis. هو مجال واسع جدا، مش مجرد طريقة واحدة. الفكرة الأساسية هي استخدام مبادئ تحليل السلوك لفهم العلاقة بين السلوك والبيئة والعواقب، وتطوير مهارات مفيدة وتقليل سلوكيات بتعيق التعلم أو السلامة. يعني ما ينفعش تكون كل أهدافنا خلي شكله طبيعي، لا، نسأل هل الطفل أكثر قدرة على التواصل؟ هل أصبح أكثر استقلالية؟ هل بيستطيع التعبير عن الرفض والاحتياجات بتاعته؟ هل معاناته انخفضت؟ هل زادت مشاركته معانا؟ هل تحسنت جودة حياته؟ دي أسئلة أهم بكتير من مجرد هل اختفت الحركة دي ولا لأ. طب بالنسبة للحركة، هل كل سلوك تكراري لازم نوقفه؟ لأ، دي نقطة مهمة جدا. بعض السلوكيات التكرارية ممكن تكون جزء من التنظيم الذاتي أو البحث الحسي أو التعبير عن الإثارة عنده. المشكلة مش هل السلوك غريب بالنسبة لي، السؤال هل السلوك مؤذي؟ هل بيمنع التواصل؟ هل بيمنع التعلم؟ هل بيسبب إصابة؟
هل بيمنع الطفل من المشاركة؟ لو مفيش ضرر لازم نكون حذرين جدا من تحويل كل خلاف لمشكلة لازم نشيلها. هدف التدخل مش صناعة نسخة موحدة من الأطفال، هدفه زيادة القدرة على التعلم والتواصل والمشاركة والاعتماد على النفس وتقليل المعاناة. طب خلونا نتكلم عن الحواس. الجانب الحسي مهم جدا في التوحد. ممكن الطفل بيتضايق من أصوات معينة، بيرفض أنسجة معينة، بينزعج من قص شعره، بيكره لمس أشياء محددة، أو بيبحث بشكل متكرر عن الدوران، النط، الضغط، الحركة. وممكن يكون السبب إن جهازه العصبي بيتعامل مع المعلومات الحسية بطريقة مختلفة. لكن مش معنى كده إن كل سلوك حسي ليه تمرين واحد. الأفضل هو تحديد إيه اللي بيحصل وبيحصل إمتى، وبيحصل في أنهي بيئة، وايه اللي بيسبق السلوك ده، وايه اللي بيحصل بعده، وازاي بيأثر على الطفل. بعد كده نصمم تدخل بيناسب الطفل ده. طب لو طفل جاله نوبة غضب او انهيار، الميلت داون مش مجرد الطفل مدلل. احيانا الشخص المصاب بالتوحد بيصل لمرحلة من الحمل الزائد حسيا، عاطفيا، لغويا، او بسبب تغير مفاجئ. فبيظهر الانهيار في صور زي البكاء، الصراخ، الهروب، بيرمي حاجاته او سلوكيات مؤذيه. وهنا سؤال مهم، احنا عايزين نعاقب السلوك اللي عمله ولا نفهم سببه؟ اكيد في فرق بين اننا نسمح باي حاجه وبين اننا نفهم ليه الحاجه دي حصلت. الوقايه ممكن تكون اكتر فعاليه في بعض الحالات من انتظار الانهيار بعد كده نتعامل معاه. يعني تنظيم البيئه، توقع التغيير، استخدام وسائل بصريه، تدريب التواصل، تعليم الطفل طلب الاستراحة أو المساعدة، كل دي ممكن تكون جزء من خطة فردية. طيب ساعات التوحد بيجي معاه حاجات تانية. التوحد ممكن يكون لوحده، ممكن بيصاحبه عدد من المشكلات الأخرى زي ال ADHD، القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، الصرع، صعوبات التغذية، وأحيانا مشكلات طبية أو نفسية تانية. وعشان كده التقييم الجيد، ممكن نقول الممتاز، ما يكونش توحد وخلاص، لكن ايه الاحتياجات الطبية والنفسية والتعليمية واللغوية والسلوكية الموجودة مع التوحد، لأن كل ده بيغير الخطة كلها. طب هو ممكن الطفل يتحسن؟ أكيد لكن كلمة تحسن لازم نفهمها بشكل صح شوية. ممكن التحسن بيكون زيادة في التواصل، زيادة في الفهم، تحسن في اللعب والمشاركة، زيادة في الاستقلالية، انخفاض السلوكيات الخطيرة، تحسن في النوم، تحسن في القدرة على المشاركة، تحسن في المرونة، زيادة القدرة على الانتقال بين الأنشطة، تحسن في جودة الحياة. مش شرط إن معنى التحسن إن التوحد اختفى، لأن التوحد مش مجرد مجموعة سلوكيات عايزين إن احنا نشيلها وخلاص، هو اختلاف نمائي معقد. طب هل الشخص المصاب بالتوحد ممكن يعيش بشكل مستقل؟ بعض الأشخاص ممكن، بعضهم بيحتاجوا دعم بسيط، وفي بعض تالت بيحتاجوا دعم متوسط أو كبير لفترة كبيرة جدا. منظمة الصحة العالمية بتأكد إن القدرات والاحتياجات تختلف بشدة، وإن بعض الأشخاص المصابين بالتوحد ممكن يعيشوا بشكل مستقل، لكن في بعض منهم بيحتاج رعاية ودعم لوقت أطول بكتير. يبقى مفيش إجابة واحدة، لأن السؤال مش هل التوحد بيتحسن، السؤال الأفضل ايه مستوى الدعم اللي بيحتاجه الشخص ده، ووصلنا لايه في النقاط دي. وساعات نركز على الاطفال وننسى ان الشخص المصاب بالتوحد ده هيكبر، هيخش مدرسة، جامعة، هيشتغل، هيكون علاقات، وممكن يتجوز، وممكن يبقى اب او تبقى ام. وعشان كده الدعم مش لازم بينتهي بعد مرحلة الطفولة. المراهق والبالغ ممكن بيحتاج دعم في التواصل الاجتماعي او في الشغل او في تنظيم الحياة او في العلاقات او في الصحة النفسية او في الاستقلالية بتاعته او في فهم البيئة اللي هو بيتعامل معاها. طيب حاجة مهمة جدا، هل لازم العين في العين؟ دي من اشهر الافكار المنتشرة على السوشيال ميديا. لو طفل مش بيبص في عيني بيبقى توحد؟ لا، التواصل البصري جزء من الصورة الاجتماعية، لكن مش هو اختبار التوحد. في بعض الثقافات او الاشخاص طريقة استخدام التواصل البصري اصلا بتختلف، اصلا مش بيتشخص انه بص في عيني ولا من ما بصش في عيني. التقييم لازم بيكون اشمل من كده. وهل الطفل اللي بيتكلم كتير مستحيل يكون عنده توحد؟ برضه لا، بعض الاطفال المصابين بالتوحد عندهم لغة قوية جدا. ممكن يكون التحدي الاساسي في الحوار المتبادل، فهم التلميحات، السياق الاجتماعي، المرونة، التعاطف الاجتماعي اللي بيظهر في السلوك اليومي، او الاهتمامات المقيدة. يبقى الطلاقة اللغوية مش بتستبعد التوحد وخلاص كده. طب هل الطفل اللي هو بيحب الروتين
لازم يكون عنده توحد؟ برضه مش بالضرورة. كل الأطفال ممكن تحب الروتين، وكل الناس تقريبا عندهم عادات. المهم، هل في صلابة شديدة؟ هل التغيير البسيط ممكن يسبب ضيق شديد جدا؟ هل النمط متكرر ومستمر؟ هل بيجي السلوك ده مع بقية الخصائص بتاعة اضطراب طيف التوحد؟ يبقى مرة تانية السلوك الواحد مش كفاية. طيب ازاي بيتم التشخيص اصلا؟ التشخيص الكويس مش احنا لعبنا مع الطفل ربع ساعه ولا عملنا اختبار مثلا على الانترنت. عاده التقييم الجيد بيعتمد على تاريخ النمو، مقابله مع الاب والام او الشخص ذات نفسه طبعا، ملاحظه مباشره للسلوك، وتقييم التواصل واللغه، والتقييم المعرفي والتكيفي، وفحص الحالات التانية اللي ممكن تفسر جزء من الصورة دي. طيب هل التشخيص المبكر مهم؟ بس كل ما نكتشف احتياجات الطفل بشكل مبكر، يبقى عندنا وقت أكبر إن احنا نقدم له الدعم والتواصل واللعب والمهارات التكيفية والتفاعل مع البيئة، ان احنا نقدمهم بشكل افضل ليه. لكن لازم نقول حاجة مهمة، التشخيص المبكر مش معناه ان احنا حكمنا على الطفل خلاص، هو بس بيسمح لنا ان احنا نفهم ايه اللي هو محتاجه دلوقتي. طيب الخرافات الاشهر بقى، خلينا نكسر شوية اساطير بسرعة كده. الخرافة الاولى، التوحد بسبب سوء التربية، غلط. الخرافة التانية، اللقاحات بتسبب التوحد، غلط. الخرافة التالتة، كل اطفال التوحد عباقرة، خطأ، لأن قدراتهم متنوعة جدا. الخرافة الرابعة، كل أطفال التوحد مش بيتكلموا، خطأ، في طيف واسع جدا من القدرات اللغوية. الخرافة الخامسة، كل طفل بيتأخر في الكلام عنده توحد، خطأ، التأخر اللغوي ليه أسباب كتير. الخرافة السادسة، التوحد بيختفي مع العلاج، مش بالشكل ده. التدخل ممكن يحسن القدرات والمهارات وجودة الحياة بشكل كبير جدا عند بعض الأشخاص، لكن مش بيمحي محو تام الاختلاف النمائي. الخرافات السبعة، لازم الطفل يعمل أكبر عدد من الساعات أو ياخد جلسات كتير جدا، برضه مش صح. وأهم شيء لازم الأسرة تعرفه، لو طفلك عنده اضطراب طيف التوحد، مش أول سؤال لازم نسأله هو هيخف إمتى، ولا إمتى هيبقى طبيعي. السؤال الأفضل، ازاي نساعده يعيش بشكل احسن، ازاي يتواصل معايا ويقول لي انا تعبان، ازاي يطلب مني حاجة، ازاي يرفض بشكل امن، ازاي يلعب، ازاي يتعلم، ازاي ينام، ازاي يكون اكثر استقلالية بذاته، ازاي نخفض المعاناة بتاعته، ازاي نساعده يبني علاقة صحية مع الناس من حواليه ويتواصل معاهم بشكل صحيح. دي الاهداف اللي احنا لازم نركز عليها، اللي مرتبطة بحياته وجودتها. ورسالة للمختصين، لأننا بنتكلم عن التوحد من منظور علمي، المتخصص مش دوره فقط إن الطفل بينفذ البرنامج، دوره إنه يفهم ليه السلوك موجود، إيه الوظيفة، إيه الاحتياج، ايه البديل الاكثر فعاليه اللي ممكن اقدمه له، ايه اللي الطفل يقدر يعمله، وايه اللي في البيئه نفسها محتاجه تتغير. لان احيانا المشكله مش كلها في الطفل، احيانا البيئه ذات نفسها غير مناسبه ليه. التعليمات طويله جدا، المثيرات كتيره جدا، الانتقالات مفاجئة مرة واحدة، وسيلة التواصل مش مناسبة، مفيش وسيلة للتعبير أو الرفض متعلمها. وعشان كده تغيير البيئة ممكن يكون جزء من التدخل. وأكبر خطأ ممكن نعمله مع الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد هو إننا نحوله لصورة واحدة، طفل صامت أو طفل بيرفرف أو طفل عبقري أو طفل منعزل. الحقيقة أكبر بكتير، توحد طيف واسع، في أشخاص مختلفين جدا في التواصل، في اللغة، في الذكاء، الحساسية الحسية، الاستقلالية، الاحتياجات النفسية، والقدرة على الحياة اليومية. فمش لازم نسأل ازاي كل طفل يكون نسخة من باقي الناس، الأهم ازاي نقدم المساعدة والدعم المناسب للطفل ده. والعلم كل يوم بيتطور، يعني احنا مش واقفين، العلم بيتطور، تدخلات بتتطور، وفهمنا للتوحد بيتطور. لكن في شيء مش لازم يتغير، احترام الإنسان. لأن الشخص اللي عنده اضطراب طيف التوحد مش مجرد تشخيص، هو مش حالة، هو مش رقم، هو مش مجموعة سلوكيات، هو إنسان عنده قدرات واحتياجات ومشاعر وتحديات زي كده بالظبط، وحق كامل في التعلم والتواصل والاحترام والدعم. لو عندك طفل أو شخص قريب منك عنده اضطراب طيف التوحد، ما تبحثش فقط عن إزاي أخلي التوحد يختفي، ركز على إزاي أفهمه، إزاي أقدر أتواصل معاه، لأن الفهم ده هو أول خطوة حقيقية للدعم. سلام.